على كل حال مثل هذا في هذا ومثل هذا تقضت تلك الليلة. أكو بس قضية واحدة أنا أذكرها حتى لا تفوتها، قضية مهمة. الإمام الحسين أثنى على أصحابه ثم قال لهم إذا أنتم مصرين على القتال معي عوائلكم شنو ذنبها؟ اللي جايب ويا عائلة خلي يرجعها بالليل يرجعها لأهلها، لأن نسائي سوف تسبى. واحد من اللي جايب عائلته وياه كان علي بن مظاهر، هو بالأصل اسمه يزيد بن مظاهر، ولكن أرادوا يكرمونه على أبو حال يشيلون من عند هذا الاسم فسموه علي بن مظاهر. عموما جاء إلى زوجته وجدها وقد أمسكت بعمود الخيمة، ليلة عظيمة، تسمع شنو الحسين يخاطب أصحابه، مهتمة بالموضوع، ليلة صعبة. قالت له عندما دخل عليها بارك الله بكم والله خوش موقف، اي والله شرفتونا بهذا الموقف جزاكم الله خير. قال لها هل سمعتي آخر الكلام؟ سمعتي الإمام الحسين؟ بعدين قال لنا فرشي. قالت كان صوته منخفض أنا ما سمعت. قال لنا اخرجوا نساءكم من الرحل حتى لا يتعرضن للسبي كما تسمعين. فماذا تقولين؟ قالت وما تقول أنت يا ابن مظاهر؟ أنت شو تقول؟ أنت تقبل زينب تسبى وأنا ما أسبى؟ لا والله أنتم تواسون الرجال ونحن نواسي النساء. وتقضت الليلة وجه الصبح. وشلون صبح عسى ما طلع ذاك اليوم، وما هي إلا ساعات وإذا بالإمام الحسين وحيدا في ساحة المعركة. ينادي أصحابه وينادي أبو فاضل، ينادي وين أبو فاضل عظيمي؟ ألف وصفة رحت خويا مني يا خويا حليتني ولا أجيني وطول الصبر من بعدك تهدى. على كل حال الإمام الحسين عاد ليودع نساء وعيالاته الوداع الأخير. جاء إلى الخيمة صاحب زينب يا زينب ويا عاتكة ويا أم كلثوم ويا رقية ويا فلانة ويا فلانة الممن للوداع فإن هذا آخر الاجتماع. بعد ماكو أنا إذا رحت بعد ما أرجع. زينب عليها السلام لمت النساء وتدري بعد شلون يتعلقن بالحسين، هذه تقبل ايده، هذه الشمه، هذه تقبل وجهه، هذه تقبل ملابسه. اخر الوداع يا حسين. افتقد سكينه. وين سكينه؟ وهاي عزيزته سكينه. قالت لزينب سكينة ما عندها عين تجي تودعك ما تقدر. سكينة في الخيمة وضع رأسها بين ركبتيها تنشج نشيجا عاليا. دخل عليها الإمام الحسين هي مطاطة الرأس فملتفتة كالنبي مسح على رأسها فرفعت رأسها فرأت أباها شلون حالها. تقول الروح كل احنا فداك. تقول الروح كل احنا فداك خذنا للقبر يا ابويا وياك. غاب
قد جاء رايحة على فراقك يا ابويا ما اقدر اصبر